تخيل بعد 17 سنة يقولوا لك صار عندك طفل. التشخيص هو أهم شيء. انت اللي تفرحين النساء اللي صار لهم 5 إن شاء سنوات الله. 10 سنوات ما عندهن 20 سنة 20 سنة ما شاء الله. أنا اليوم في مركز بغداد التخصصي للإخصاب وأطفال الأنابيب. وهذه الصور لحالات إنجاب تمت داخل المركز لأشخاص عقيمين أو متأخرين بالإنجاب. على شنو يعتمد نجاح التشخيص؟ أخذ المعلومات الصحيحة من الزوج والزوجة. سوينا جولة داخل المركز. غرفة استراحة رئيسية مرتبة حلوة. هذه غرفة استراحة المريض. المركز يعتبر من أقدم مراكز العراق وبغداد، وتأسس سنة 2009 بمعدات وأجهزة حديثة ومتطورة. جهاز الميكروسكوب اللي هو يفحص لك السيمينال فلويد، السائل المنوي، واليورين الادرار. خرطوم الحرائق، أهم شيء السلامة. الغرفة الأهم بالمركز صالة عمليات ومختبر الأجنة. لازم نعيش كل الجو. الدكتورة لقاء التميمي مديرة المركز. احنا اللي علينا نسوي، والعالم اللي هم محتاجينه هم يسوون اللي عليهم، والباقي امر رب العالمين. وبعدين احنا مو خلاقين. انتم ما دام تبعثون الامل عند الناس، ان شاء الله هذا ان شيء شاء الله يعني ان شاء الله الله يوفقنا. هو احنا مو خلاقين. شغل المركز هو علاج مشاكل العقم وتأخر الإنجاب وتحديد جنس الجنين وعمليات أطفال الأنابيب. بدك تكون صادق وصريح مع المراجع وتعطيه نسب نجاح هاي العملية. يعني صادفك انت حالة جاتون غير قابلة للعلاج. طبعا ما بتعمل شيء، هاي ما فيها مجاملات. طبعا. على حساب صحة المريض وعلى حساب فلوس المريض. اكثر الناس اللي عندهم تشوهات خلقيه بالجينات وبالكروموسومات فيصير عندهم اسقاط متكرر. أني حسين الجبري، وهذا مركز بغداد التخصصي في بغداد الحارثية خلف مول بغداد، عمارة ابن سينا الطابق الرابع.